بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ على رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب بصحة وسلامة يا رب، اللهم آمين. بسم الله نبدأ فيديو جديد. أنا قلت أبدأ معاكم كده بتقطيع البصل، لأن احنا بنعمل أكلة طبعا كلنا إن شاء الله هنكون بنحبها، واكله سهله وسريعه. بس انا قلت اعمل بجانبها كده تسبيكه محشي لبكره، يعني ان شاء الله بامر الله، كان لنا عمر يا رب. انا هنا جبت الكبه عشان هفرم بصل كتير، وقلت بدل ما اقطعه على ايدي بسرعه، عشان ولادي طبعا كانوا طالبين مني كذا حاجه اعملها واقفين لي كلهم في المطبخ، فانا قلت هتنجز معايا الكبه دي ما شاء الله اللهم بارك، جميله جدا يعني. اللي جابها وجربها ويقول لي ايه اخبار معايا، عامله ايه يعني وكده، لان هي ما شاء الله اللهم بارك جميله يعني. كان نفسي اجيبها من زمان، بس كان عندي واحده تانية كانت صغيره. طبعا احنا بنكبر الحمد لله. ولادنا طبعا بيكبروا معانا، فكنا بنعمل الاكل الاول على قد، فحاليا دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك يعني عيلتنا كبرت. انا دلوقتي قطعت البصل وفرمته في الكبه، وحطيت معاه فصين توم. مكترتش التوم الجديد ده، بيبقى ما شاء الله ريحته نفاذه جدا، بيبقى لسه اخضر يعني. فانا هنا بوريكم، بصوا ما شاء الله فرمت البصل وخليته عامل ازاي. انتي طبعا اللي بتتحكمي في الدرجه اللي انتي عايزاها في البصل، اذا كانت هي تبقى ناعمه ولا خشنه كده. بصوا انا هاخد شويه علشان تقلية المحشي، واخدت الخشن يعتبر يعني، فضيت كل الخشن عشان او سبت شويه بس ناعمين. وهكمل بقى بقيه الكفته اللي انا هعملها معاكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعجبكم وتجربوها، تحسي ان انتوا بتاكلوا حاجه لذيذه كده ما شاء الله يعني اللهم بارك. هنا بقى انا بحب الثوم الابيض، هو بيخلي الكفته بيضه، بس ما تكتروش منها يعني، الفرق معاها اللون، هي لازم تكون حمرا. وزودت بقى بقيه البصل اللي كان معايا على قد اللحمه اللي انا هعملها. انا هنا كنت بزود، كان زوجي طلب مني ازود في الاكل، عشان كان في حد يعني محتاج حاجه للاكل لله، مامته تعبانه وكده، وقال لي زودي معانا وجبه يعني. هو انا يا ريت والله الاقي حد دايما يخبط على بابنا كده. الحمد لله رب العالمين، ربنا يجعله دايما يا رب في زياده وفي خير. سبحان الله يعني، اللي بيتمنى الخير ربنا سبحانه وتعالى بيبعته له. انا بقى زودت برضو كمان فصين توم، يعني مش كبار قوي، فصين وسط، وضربتهم بقى ونعمتهم كويس، عشان دي بقى انا هعملها. التوم ده انا هاخده عشان اللحمه مفرومه اللي انا هعمل بقى الكفته، وخليتهم ناعمين جامدين تمام. هي كانت في الاول على فكره الكبه دي متعبه جدا، مكنتش عارفه اشغلها، وفكرت ان هي مش كويسه، بس لما فهمتها وعرفت ان هي تركيبها عامل ازاي، انا صراحه ما شاء الله ما بقتش استغنى عنها، ما شاء الله ما بارك يعني. بس بخاف بقى بشيلها زي ما هي كده، عشان ساعات ما بعرفش اركبها، بس خلاص اتعودت عليها. انا بقى كنت حطيت قرن فلفل اخضر، وحطيت توم وحطيت بصل، بس انا كده بنزله عشان يبقى ناعم جامد، ما يبانش في الكفته، لان انا عندي ولادي وباباهم لما بيلاقوا قطعه بصل بس في اي اكل عموما يعني، البصل عندهم لازم يكون متداري، لازم افرم البصل ناعم جدا يعني. سواء بقى بعمل طبيخ، بعمل كفتة زي ما انتوا شايفين، عيش بلحمة، اي نوع فيه بصل هما مش بيحبوا يعني. حتى الشوربة انا بعمل فيها البصل صحيح، انا بحب اكله انا وابني الصغير، بحمره كده سواء في الفراخ او في اللحمة، بحمره كده في الزيت، بيبقى طعمه جميل جدا. لكن ولادي الاتنين الكبار زي باباهم بالظبط، مش بيحب اي حاجة فيها بصل.
هنا بقى حطيت كمون وحطيت ملح وحطيت فلفل اسود. قلت بقى ايه، ارجع اضربهم تاني عشان زي ما قلت لكم هما بيحبوا الحاجه مش ظاهره فيها بصل خالص، عشان انعمها وتبقى لينه كده. وانا بعملها وداري البصل على قد ما اقدر. ممكن احط كميه بصل وهما ما ياخدوش بالهم، ممكن اقلل البصل وتحسي ان برضو في حاجه، هما يقولوا لي في حاجه مع اني هما مش بيحبوا البصل. سبحان الله، تفكير رهيب. بس هنا بقى إيه المفروض بقى ان انا هجيب اللحمه المفرومه واحط الكميه دي كلها عليها علشان اصبحها. تعالوا بقى مع بعض هنا على البوتاجاز عشان انا تعبت من شغلي بقى كله. الحبه دول كلهم جايين هيبقى على البوتاجاز. هنا بقى جبت بوله وحطيت فيها البصل اللي احنا ضربناه، وحطينا عليه شويه شطه هرسه شطه، وهنحط اللحمه المفرومه وهنقلب كل المكونات ديت مع بعض. طبعا نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه بيكنج باودر او كيك شيف، معلقه بس عشان الصباع ما يكشش قوي وتحسي ان هي هشه كده زي اللي احنا بنشتريها من بره يعني، ولو في اي سوائل او حاجه هي تشربها. هنا بقى جيت حطيت المكرونه، لقيت عندي كيس عقل وكيس كيس اقلام. فجيت انا نسيت اصلا، انا كنت هعمل كيس واحد، فنسيت ان زوجي قال لي زودي يعني. فرجعت جبت بقى بقيت الكيس وحطيت كيس ونص. الحمد لله هم كفوا يعني، سبحان الله حاجات تبقى فيها بركه يعني. انا قعدت في شهر رمضان والله العظيم بجد ما شاء الله ما شاء الله كنت بعمل بعض الحاجات كده واطلعها لله. والله العظيم الحاجات دي بتفرق يا جماعه، بتفرق جدا. بتحسي ان يومك فيه بركه، وولادك ربنا يبارك فيهم يا رب ويهديهم، وزوجك يعني. سبحان الله سبحان الله بجد، الخير مش بيقل بل بالعكس ده بيزيد. ربنا بيجعل في الحاجه كده بركه، اللي بتطلعيها بتزيد اضعاف مضاعفه. ده ربنا هو اللي قال كمان في القرآن مش احنا بس. لما بتحسي بيها بتبقى نعمه جميله، بتفرق كتير جدا يعني. تحس حتى ان نفسيتك مرتاحه وعايز تزيد وتدي، واللي يخبط على بابك ما تقفلهوش، ادي طول ما انت ماشي ادي. والله الحاجات دي هتلاقيها في ولادك، وهتلاقيها في بيتك، وهتلاقيها في حياتك، وهتلاقيها في سعادتك. سبحان الخالق يا رب. هنا بقى كنت حطيت البصل بتاع المحشي، وقلت وطي عليها النار عشان بصوا حطيت شوية كيك شيف، وقلت بقى اقلبها كويس عشان خاطر الحق اخلص الاكل سريع سريع. سبحان الله كان في وقت ما شاء الله يعني، ربنا يبارك في الوقت. فرجعت بقى قلبت البصل بتاع المحشي وغطيت عليها النار وسبتها تهدى مع نفسها. شايفين هنا بقى جبت صينيه عشان هدخلها الفرن، مش هعملها على البوتاجاز يعني، انا يدوب بس هخليها تاخد شمعة كده وبعد كده ادخلها. قلت اصبحها بس احط شوية زيت الاول في الطاسة في الصينية اللي انا هدخلها الفرن. بس لازم تتفرك كويس جدا بحيث كل المكونات تتجانس مع بعض والعجينة تشرب من المفروض ان هي تتركن شوية، متصبعش على طول، لا المفروض ان هي تتركن شويه مثلا ربع ساعه ولا 10 دقايق. بس انا طبعا كان كلهم جعانين، ولادي جم من الدروس وجعانين، وباباهم جاي من الشغل وجعان، والناس اللي رايح لهم الاكل دول من زمانهم جايين. فسبحان الله والله العظيم ما شاء الله. الا بذكر لا تطمئن القلوب. سبحان الله مفيش ذكر نقولوه او نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل في الحاجه بركه، ويجعل فيها في الوقت ما شاء الله، يجعل في الوقت بركه. سبحان الله. هنا بقى كنت حطيت المكرونه على النار خلاص قربت تستوي، وحطيت معاها شويه ملح مع الميه بتاعتها، وصبعت الكفته زي ما حضرتكم كده شايفين. قلت بقى احط معاها ورقه لورا، وده اختياري، اللي عايز يحطها واللي مش عايز يحطها مفيش مشكله، بس هي بتدي نكهه حلوه للاكل. خلاص بقى قلت اما اجهز اجيب مصفى عشان اصفي فيها المكرونه واغطي على الكفته عشان خاطر تاخد بس يعني 10 دقايق كده ولا حاجه
على بس ما ايه، ما الفرن يدفى شويه، يسخن شويه. فضيت بقى المكرونه، وطبعا ايدي طبعا في البصل بتاع المحشي. وولادي ما شاء الله، انا ولادي بيحبوا المكرونه دي. بيقعدوا يعني سبحان الله، يعني انا عندي ابني صغير عنده سنتين ونص، بيقعد يحط صوابعه كده في قلب المكرونه وبيحبها. ما اعرفش سبحان الله، بتبقى لها طعم تاني خالص. يعني المفروض ان هي بعملها اكتر في البشاميل، بس هو بيحبها صلصه. لما باجي اعمل مثلا مكرونه دي، ماما عايز دي، هو عايز من دي، فاعمل له شويه كده في ايه، في وسط المكرونه، هو يقعد يدور بقى على المكرونه دي في وسط المكرونه كلها. هنا بقى ايه، كنت جايبه انا الحمد لله كل سنه في شهر 2 او اخر شهر 1 بجيب قفص طماطم. بتبقى الطماطم ما شاء الله بتاعت شهر 2 دي ملحمه وحمرة، يعني شايفين لونها عامل ازاي. بجيبها طبعا، بعمل منها صلصه للمكرونه، وبعمل منها صلصة عشان الطبيخ بقى والبيتزات والحاجات دي كلها، وبخزنها صحيحة كمان. كان في فيديو تاني برضو، كنت مكانش عندي طماطم في التلاجة، فاخدت منها صحيحة، كنت عاملة منها على شوربة. ما شاء الله ما شاء الله، يعني فريش. يعني الحاجة دي ما ينفعش ان تتمنع من البيت، خصوصا كمان ان الحاجة يعني في الموسم بتاعها بتبقى سعرها حنين عن الايام التانية. في ايام كده الحاجة بتبقى فيها غالية، ففي ناس بتحب تخزن، وفي ناس بتقولك لا انا مش بحب اخزن اخزن ليه، وانا ممكن اجيب الحاجة. يعني انا شايفة والله ان هي حرية اختيار، بس انا اتعودت على كده وصراحة يعني ما شاء الله مش ندمانة. وفي ناس برضو بتبقى نفسها تخزن بس للاسف ما عندهاش مكان. هنا بقى حطيت الملح، انا بخزنها. صلصة المكرونة انا بعملها لوحدها، يعني بجيب بصلاية وقرن فلفل وفصين توم واضربهم كلهم في الخلاط واحطهم على النار، بس مش بحط البهارات. تمام، عشان ما تبقاش طعمها بتبقاش احسن حاجه يعني، فبحب احط البهارات صحيحه. هنا بقى كنت حطيت في الحله على النار الطماطم، وحطيت عليها الملح والفلفل والكمون، وسبتها بقى ايه مع ورقه لورا، وسبتهم بقى مع بعض كده وشويه زيت، وسبتهم على بعض لغايه ما ايه، ما تتسبك بس ايه, وتنفع ان هي خلاص بقى تستوي. هنا شايفين بقى الصوابع عملت ازاي. نزلت كل المية اللي كانت فيها، فانا قلت اقلبها وادخلها الفرن. كنت بحط بقى شوية من الصوص على الوش، لان الوش بتاعها من فوق كان جاف. فلما بعمل كده وبدخلها الفرن مش بتبقى ناشفة، بل بالعكس بتبقى طرية. تمام، شايفين يا جماعة اللون، شايفين ان الصلصة ده اللي انا بتكلم عليه بقى، ما شاء الله اللهم بارك. تحس ان انتوا بتاكلوا طعم وريحة. يعني مش عايزة اقول لكم، لما بعمل جربوا الطريقة دي كده، هتاكلوا والله هتاكلوا احلى مكرونة. هتاكلوا مكرونة كده حاف، مش محتاجين معاها اي حاجة تاني، يعني ما شاء الله اللهم بارك. جربوها بس بالطريقة اللي بتقولوا عليها، مش هتندموا بجد حرفيا. التكات دي اللي هي البسيطة. انا عموما بحب الاكل الصحي، ما بحبش اعود ولادي ان هم ياكلوا بهارات كتير وحاجات كتير من بره. ربنا يبارك لي فيهم ويحفظهم، وبخاف عليهم جدا، بحب اي حاجه صحيه. شايفين اللون ما شاء الله اللهم بارك. حطيت بقى كل ده وقلبته. تمام، دايما الغطيان دي عامله معايا مين مع مين يا جماعه. هنا كنت خلاص جهزت الاكل الحمد لله. بطاطس محمره، والمكرونه بتاعتنا، والكفته بتاعتنا. اتفضلوا معانا يا جماعه، متنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى من كل قلبي ان انتوا تكونوا اسعدتوا بالفيديو بتاعي والفيديو بتاعكم عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.